اما المخطوطات دي بقى اللي الوثائق اللي معاك دي، فدي بقى دي تركنها على جنب لان دي هتروح مخابرات. طيب طب يا جماعه اقروا كتب، بلاش كتب مطبوعه اهي. وفتحت له كتاب، قلت له انا عايز اقول لحضرتك بس الكتاب المطبوع ده طبعا لما يكون في كتاب مخطوط وبننشره اول مره تقوم تلاقي ايه يعني هو صفحتين من مخطوطه في اول ايه، في اول الكتاب يعني. قلت له بص حضرتك الكتاب المطبوع ده اللي انت حضرتك بتقرا فيه كان اصله زي الوثائق دي، فانا جبته وبتعب عليه وبكتبه وبرقمه وبشكله وبدخله مطبعه وبعمل بروفه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما حضرتك يوصل لك الكتاب وتقراه. ادي شغلتنا. ده ممكن ينجيني من وزاره الثقافه وينجيني من الازهر وينجيني من الوثائق. المساخد دي دواليك كتير جدا يعني. خفت طبعا في السنوات الاخيره بعد ما طلعت الفضائيات والكلام ده، وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومه حقيقيه لضبط الامن فيها. من فهم الناس الدين صح، بدأ الناس يعرفوا حقيقة الدين. القرون الثلاثة الأول بدأت الدنيا تهدى والناس يتعلموا دينهم. إحنا أمن قومي، إحنا أمن البلد. ليه؟ كل واحد بيتحرك بعقيدة. فلما نضبط إيقاع الناس على الكتاب والسنة بفهم القرون الثلاثة الأول الدنيا بتهدى. فأنا مقصود أقول لإخواني اللي عايز أقوله لهم يعني إن ما يتصوروش إن إذا نحن قلنا لهم الوضع يمين أو شمال أو المفروض تعمل كذا أو كذا إن إحنا كنا براء يعني ولا مستريحين ولا الكلام ده كلام غير حقيقي. لكن أرجع فأقول إن إخواننا اللي يقول لك أنا مش عايز ده ومش عايز ده، طيب الذي أتى الجديد الذي أتى هل تعرف كفاءته؟ هل تعرف هو جدير بهذا المنصب أم لا؟ فدعوى إن الثورة نجحت لأنها بلا رؤوس ده كلام لا يقوله إنسان يدري ما يقول، وهو بضد الحكمة على طول الخط. فالذي أريد أن أنبه إخواني إليه لن أسترجع الذي مضى، لكن نريد أن نستثمر الحدث الذي مضى. أنتم كلكم تعرفونه، تقرأوا في الجرائد والمجلات والكلام ده، تقرؤون كل شيء. وأنا مش جاي علشان أقول نشرة أخبار ولا جاي علشان أقول لكم ما تعرفونه. نريد أن نستثمر الحدث. كيف يمكن أن يستثمر هذا الجو العام؟ ولا شك كما نقرأ قراءة أولية أن يكون فيه حرية، لكن أنا عندي انقباض في قلبي ومن حقي أن أقول هذا حتى وإن خالفني غيري، لأن المسألة كلها مسألة قراءة واجتهاد. يعني ما فيش نص قطعي نقدر نقول فلان ده غلطان والغلط راكبه، دي مجرد قراءة. أنا عندي انقباض في قلبي بعد هذا الذي جرى، لا أدري لماذا، لكن عندي قراءة أولية. هذه القراءة تقول إن دي بداية ما يسمى بالفوضى الخلاقة في ديار المسلمين. أرجو إن الإخوة يفهموا كلامي صح، ما يجيش يقول لي يعني أنت كان عاجبك اللي فات، كان عاجبك الظلم والاستبداد والقهر والكلام ده. أنا لسه بقول لكم إحنا شربنا الكاس مترعا كمان، وأنا مش عايز أقص يعني ما جرى لي أنا شخصيا أو جرى لإخواني أو الكلام ده علشان ما أدعيش بطولة أو حد يتصور إن أنا جاي عشان أقول أنا مين يعني. لا، أنا لا أذكر شيئا من هذا. فمش عايز حد يفهم إن أنا زعلان على الذهاب الاستبداد والظلم، لا. لكن أيام العراق، أيام غزو العراق، قالت الخارجية الأمريكية العراق
هدف تكتيكي، السعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى. وهذا الكلام أنا قلته في هذا المسجد في خطبة جمعة. مصر الجائزة الكبرى ليه؟ لأن مصر إذا سقط العراق وسقطت السعودية وسقطت مصر يبقى كده تم المراد. الفوضى الخلاقة ده التعبير بتاعهم يعني، حتى أنا مش موافق عليه يعني، لكن بقوله لأنه هو منتشر كده، أي الفوضى المنظمة وليس الفوضى بمعناها العام. تعرف لما تقول أن المؤسسة الفلانية تحولت من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، هي كده بالضبط. فساد الإدارة عشوائي، ده بيهلب وده بيسرق وده بيعمل، لكن إدارة الفساد دي منظومة لها أصول. فهناك فرق بين فساد الإدارة وإدارة الفساد. هم يريدون أن يصلوا إلى إدارة الفساد تحت الشعارات المعروفة، ونحن كلنا نصدق بها، زي الحرية، زي العدالة، زي عدم الظلم، زي الكلام اللي احنا كلنا متفقين عليه. لكن من التزم حدود الإسلام وجد أن كل المطالبات التي يطالب بها الجماهير عبارة عن نقطة في بحر. الإسلام يديك أكتر من كده بكتير، بس لو تبنيته كمنهج حياة. فهنا بتبتدي المسألة. أعداؤنا ليس عندهم العجلة، ممكن يحصلوا اللي هم عايزينه بعد 50 سنة، ما يضروش. في عز الفوضى مش انفصل جنوب السودان ولم يشعر أحد؟ راح جزء قطع من الأمة. وأنا أعيد كلاما لي قلته في هذا المسجد قبل ذلك سنة 2000 لما تكلمت عن جنوب السودان، وقلت تصوري أنا في ذلك الوقت إن جنوب السودان بيمول من قبل الدول الغربية لأسباب شتى، من أهمها حرب المياه. لأن إسرائيل عاملة معاهدات مع تركيا ومع إثيوبيا، وبيعملوا السدود في إثيوبيا عشان يموتونا من العطش، وسدود في تركيا عشان دجلة والفرات، عشان العراق وعشان سوريا. فحرب المياه قادمة. وديكم شايفين دول حوض وادي النيل المباحثات فشلت، ومصر مش عارفة ترفع حقها، وعايزين ينقصوا 15 مليار متر مكعب من المية من حق مصر. ودخلت إسرائيل على الخط وقالت انتوا بتطالبوا بمية زيادة ليه؟ ما انتوا بتبيعوا المية. بنبيع المية ازاي؟ قال مش بيزرعوا رز، والرز ده عايش في المية، فمعنى انك انت بتصدر الرز يعني بتبيع المية. خلاص؟ طب احنا دولة المصب، ولو احنا هنقفل السدود اثيوبيا هتغرق والسودان هتغرق واحنا هنغرق عشان احنا دولة مصب. طب هم هيودوا المية فين؟ قال لك هيوديها افريقيا، يوزعها على الدول بحيث تبدأ حرب المياه اللي هي أشد من البترول. المية أغلى من البترول. فجات لنا دولة في النص. خلاص، ما هو المانع أن يحدث في جنوب مصر مثلما حدث في جنوب السودان؟ ونفس القصة برضه، قلاقل الجنوب مع الشمال والجنوب مع الشمال والجنوب بيساعد ومش عارفين الكلام لحد ما تنفصل الدولة. مصر بين المطرقة والسندان. النصارى عايزين يرجعوا مصر كما كانت،
والشيعة عايزين يرجعوا الدولة الفاطمية. تخيل لما يكون في مؤامرات عليك أنت بهذا المنظر. لا نجاة لنا حقيقة إلا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دي ما ينفعش يقولها إلا العلماء، وأن تنصاع الجماهير لهم. فالفوضى الخلاقة اللي هي بيقولوا عليها الفوضى المنظمة، أنا قلبي منقبض، لأن سقف الفوضى مش الحرية، عشان الحرية مفهومها غلط دلوقتي. لما تيجي تكلم أي واحد في أي حاجة يقول لك أنا حر. أنا حر دي معناها إيه؟ معناها أنا منفلت، أنا فوضوي. أدي معنى أنا حر، وإلا لسنا أحرارا. نحن جئنا إلى الدنيا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يتصرف أبدا إلا بإذن سيده. النهارده الأحزاب في بلاد المسلمين، الأحزاب السياسية في بلاد المسلمين، كل حزب له خطة، وكل حزب له برنامج يريد إذا وصل إلى سدة الحكم أن يحكم بهذا البرنامج. لما كل واحد له برنامج وهدف، إذن لماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ما وظيفتهم إذن لما كل واحد يريد أن يحكم الدنيا بمنظومته هو، وليس بما أنزل الله عز وجل على نبيه ولا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فتقوم الأمة تتمزق وتتفرق. فكلمة أنا حر أو الحرية بمفهوم هؤلاء ترفع سقف الفوضى، بمعنى زواج المثل. رجل يتزوج رجل، حرية. امرأة تتزوج امرأة، حرية. امرأة تتزوج كلبا، حرية. يعني وأنا هناك، وأنتوا أكيد تابعتوا بعض البرامج أو المحاضرات اللي كنت بقولها في ألمانيا، وأنا هناك الراجل رافع قضية على الكلب بتاع الست بتاع مراته. ليه؟ لأن المرأة لما بتنام في السرير بتاخد كلب في حضنها. طب والكوير كده عايز يريد العدل في الكلب. طب أنا يوم والكلب يوم مثلا يعني. لا، هي الست قام رافع قضية على الكلب في المحكمة. المحكمة نظرت القضية والكلام ده، والكلب كسب القضية. كسب القضية ليه؟ لأن المحكمة خيرت المرأة بين الكلب والرجل، اختارت الكلب. هي دي مش حرية؟ هي دي اللي عايزين يطبقوها عندنا. وذلك أنا بقول لك أنا قلبي منقبض. يعني القراءة اللي بيقرأها بعض الناس قراءة مستعجلة، وأنا مش يعني متريث إلى درجة أن يفوتني الخير. ما هو برضو الاستعجال في القراءة عيب، والتريث الشديد بحيث الحدث يفوتك ما هو عيب برضو. لا هذا ولا ذاك. لكن الفوضى اللي هم ألوها من زمان ونزلت في كتب وقرأت لها أكثر من كتاب، يريدون أن تصير بلاد المسلمين هكذا. أنتم مش فاكرين من حوالي 3-4 سنين عملوا هوجة كده في جريدة أخبار اليوم عشان يلغوا إذن الزوج في الجوازات، وأن المرأة تسافر بدون إذن زوجها. كانوا عملوا هوجة كده وألفوا فبركوا شوية حاجات. من ضمن القصص اللي جابوها إن امرأة كانت مصابة في عينيها وعايزة تعمل عملية في إسبانيا، وزوجها ما كانش بيحبها وبتاع والكلام ده. المهم إيه، أصر على إنها ما تروحش. اتعمت الست. تعالوا يا أهل الدين، يا أهل المروءة، يا أهل الفضل، يا أهل، يرضيكم الكلام ده؟ إن يمنعها من السفر لحد ما تفقد